يبنين عليها الا انها فيها من الوصفات الطبيه التي تبقى خالده في المتاحف العالميه. برديه تيروس على سبيل المثال طولها اكثر من 19 متر، لها اكثر من 877 وصفه طبيه. عندما تحدث الاستاذ الدكتور عادل عدوي وزير الصحه والسكان، وهو الان مع الاستاذ الدكتور حلمي الحديدي رواد جراحه العظام في مصر، نقول بان القدماء المصريين برعوا ايضا في جراحات العظام، ومنهم من يعني برع في زراعه اصبع في القدم، وهذا متواجد لدينا في متحف الحضاره المصريه. اتبقى السيادات والساده الحضور ان نقول بان الجمعيه الطبيه المصريه هي افضل من وزاره الصحه والسكان، فلقد تجاوزت 103 عوام، ونحن اليوم معكم معنا 5 من وزراء الصحه على مدار تاريخها. السيد الدكتور حلمي الحديدي الذي تولى وزاره الصحه والسكان لمده 14 شهرا منذ عام 85 حتى العام 86. ثم معنا الاستاذ الدكتور اشرف حاتم وزير الصحه والسكان الاسبق الذي تولى وزاره الصحه والسكان ل8 اشهر. الاستاذ الدكتور حسين خالد تولى وزاره الصحه والسكان بالكنافه، وهي واقعه فريده ربما تناها الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، لكن في حاله اصابه الاستاذ الدكتور فؤاد النواوي بالست الجوهرة التلفزيون كان سيادته وزيرا للصحه لبعض الوقت. ثم بعد ذلك الاستاذ الدكتوره مها رباط تولت وزاره الصحه والسكان ل8 اشهر تحديدا، ثم الاستاذ الدكتور عادل عدوي وزيرا للصحه والسكان ل 16 شهرا. سيادة الساده الحضور، هناك تكريم مترقي. الاستاذ الدكتور عاطف امام فليتفضل مشكورا. طبعا باسم حضراتكم جميعا دكتور عادل هيكرم كل الناس، كرم كل الموجودين راقدين وموجودين. باسم حضراتكم جميعا احنا عملنا بس درع كده تكريم الاستاذ الدكتور عادل العدوي وزير الصحه